ولكن خليني اطمئن على الكابتن احمد مجدي. قلقتنا يا ابو حميد والف مليون سلامه. ربنا يخليك نسيت. الله يخليك. يعني طمنا عليك يا احمد. الماتش بس يعني عارف شويه معلش. بقول لك قلقتنا عليك، طمنا على صحتك. لا الحمد لله تمام زي الفل الحمد لله. بعد اللي حصل كده رحت المستشفى وعملت تحاليل واشعاعات وكل حاجه تمام الحمد لله. بس هو الموضوع مشكوك يعني في الجيوب الانفيه يعني والاذن الوسطى، فانا عملت اشعه مقطعيه عليهم وهاخدها بكره ان شاء الله وعرضها على الدكتور الكبير ان شاء الله. كابتن احمد، يعني يمكن لتاني مره تحدث لك مثل هذه الوعكه المفاجئه، ولكن طمنا المره دي كانت نتيجه صدام مع احد زملائك ولا نتيجه الاشعاعات قالت ايه؟ انا عايز اطمن على المستوى الشخصي يعني. لا والله انا بقول لحضرتك الحمد لله انا عملت كل الاشاعات وكل التحاليل على القلب وكل جسمي الحمد لله، والموضوع تمام زي الفل الحمد لله. وكنت مستني امبارح لو كنت عاوز، بس انا مستني عشان الموضوع جوه الانفيه دوت، لانه فاهم الموضوع بيبقى جوه الانفيه صعب جدا وممكن يدوخ وممكن يوقع، فانا عاوز اطمن على جوه الانفيه عشان لو في اي ضغط جراحي او اي حاجه اشيلها عشان ابقى مستريح وانا نازل الملعب ما يحصليش حاجه بعد كده يعني. فانا لو كنت عامل تمرين امبارح كنت عاوز كنت نزلت يعني، مش مشاكل عندي انا جسديا الحمد لله زي الفل، لكن بس عشان اطمن ابقى كويس عشان ما انزل ابقى واثق من نفسي ان انا ابقى كويس.